المغاربة فيهم من الشيء العجيب حقيقة ما يحملونه. زرت المغرب في أكثر من مرة، والله ما وجدت فيهم إلا الحب والتقدير والكرم والحرص الكبير على دينهم وتقاليدهم وعاداتهم. والله زرتها وما وجدت فيهم إلا كما قال فيهم الحجاج: المغاربة لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا وتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه، فانتصر فيهم فهم خير أجناد الأرض. واتق فيهم ثلاثة، اتق فيهم ثلاثة: نساؤهم فلا تقربهم بسوء، أرضهم وإلا حاربتك صخور جبالهم، دينهم وإلا أحرقوا عليك دنياك، وهم صخرة في جبل كبرياء الله يتحطم عليها أعداؤهم وأعداء الله. هكذا وجدت المغاربة، هكذا هم بطيبتهم وتعاملهم ورقيهم وكرمهم. حفظ الله المغرب وأهل المغرب، وأدامها دائما أبية حرة، وأدام عليها الأمن والأمان بحول الله. بلدا عربيا نفخر به وبكل من يمثل. مثلا إذا اعتبرنا فاجأ كرواتيا، بلجيكا كانت محذرة ولكن أيضا لم تنتصر. إسبانيا كانت عينها على الأسود لأنهم وقفوا كرواتيا وبلجيكا ولكن أزحوهم. البرتغال كانت منتبهة جدا وقرأوا خطة الركراكي، ولكن مرة أخرى الأسود بالروح بالجماعية بالامكانيات الفرديه اللي فما نجحت. انا جاي ونحكي مع مارسيل ديسايد، قال لي كلمه، قال لي: ما عمله الاسود شيء خرافي واسطوري. قلت له: علاش مارسيل؟ قال لي: لانه المنتخب المغربي الحقيقه ما كنتش نتصور اليوم على البرتغال على المستوى الذهني، على المستوى البدني، على مستوى القوه انه يكونوا جاهزين مره اخرى رغما عن الغيابات. المنتخب المغربي مازال ينجح. السر للركراكي واولاد الاسود ورجال المغرب الان ما دام وصلت سيمي فاينل كل شيء جايز، كل شيء ممكن. انت في ارضك، بينا